حبايبي بسم الله ما شاء الله، الكيكه جميله جميله. هيك بصوا، شايفين شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. حاجه حلوه كده. احنا هنا بقى هنجيب اللبن ويلا نشوف مع بعض بقى هنعملها ازاي. هنا كده بقى خلصنا خلاص اهو، خلصنا بقى جهزناها. هننزلها بقى في الطبق طبعا عشان نضربها مع بعض، نضرب الخليط كله مع بعضه. يا رب تعجبكم ان شاء الله، وقولوا لي رايكم بقى. طبعا احنا كده خلاص خلصنا اهو الخلطة كلها، خلاص كده ضفنا كل الاضافات. طبعا احنا الدقيق حطينا عليه محسن كيك زي ما انتم عارفين، ونخليهم كويس عشان الهواء يدخل فيها.
كده خلصنا خلاص اهو. هنفضيها بقى في الطبق عشان نضربها. ان شاء الله تطلع جميله وتعجبكم. وقولوا لي رايكم بقى، واشتركوا معايا في القناه ان الفيديو ده عجبكم. يلا اهو هنفضيها. طبعا بقى هننزل بالدقيق حاجه كده، مع العلم احنا نخلينه قبل كده مرتين عشان طبعا الهواء والحاجات دي، وضربينه كويس شويه شويه، ما ننزلش بيه مره واحده عشان الحاجه ما تبوظش. بنضرب بقى في اتجاه واحد عشان نطلع الهواء طبعا، ونظبط الحاجه بعد ما خلص. كيكه بقى تطلع جميله كده وهشه وهتعجبكم. تنفع طبعا في الفطار مع كوبايه شاي بلبن، مع كوبايه نسكافيه، جميله. وانت رايحه الشغل الصبح مش فاضيه طبعا تحضري فطار للاولاد، مش جايلهم نفسي يفطروا، جميله بيلاقوها جميله. تتحضر في 3 دقايق، ما بتاخدش حاجه. الخلاط بيسعفك في الموضوع ده. طبعا انت بتقعدي بقى ننزل بالدقيق شويه شويه لحد كده ما نحس ان العجينه خلاص بقت متماسكه يعني كده وحلوه وجميله. ونبتدي خلاص كده نوقف بقى. طبعا الخليط اهو ابتدى يتماسك معانا اهو، بقى جميل ما شاء الله. شايفين القوام بتاعه؟ هنحط شويه صغيره بس عشان ايه، طبعا انا ما حطيتش الدقيق كله، الكميه كلها اللي انا مجهزاها يعني، لان طبعا كل واحد بيبقى حسب الاحساس بتاعه عشان تظبط معاك. طبعا احنا بقى بنضرب في اتجاه واحد كده عشان الهواء ما يخرجش طبعا، وان الهواء اللي احنا عملناه في الخلاط. الخليط اهو اتماسك معانا وبقى حلو. الكيكه جميله جميله. خلاص كده هنبتدي بقى نجيب الصينيه وننزل فيها الكيكه، العجينه. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. شايفين قوامها جميل ازاي؟